بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عايزين ننسى طبعا قبل ما نبدأ أي كلام الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وإن احنا ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويرفع راية الإسلام والمسلمين ويرحم أمواتهم وأمواتنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة مناوشات، كالعادة آه، حاجات مشاكل بتحصل جديدة كل يوم، واحنا لسه بنقول يا هادي في الموسم. طب هتقول لي ده منتخب يا عم، ماله من بداية الموسم؟ احنا بكلمك، ما هو ده برضه من ضمن بداية الموسم. بس بداية الموسم كده لما تكون برضه سببها مشاكل مع المنتخب، يبقى كده بعد كده بقى الأجندة الدولية بعد كده هيحصل فيها برضه نفس المناوشات ويمكن أكتر كمان. كالعادة كابتن حسام حسن، كالعادة لاعبي المنتخب ما بيحضروش، كالعادة كالعادة كالعادة. طبعا قبل يوم 1/9 او قبل بداية شهر 9 كان طبعا ارسل كابتن حسام حسن وابراهيم حسن خطاب لجميع الانديه ان هو عايز ان، وبالذات الانديه المحليه زي الاهلي والزمالك وكده، انه عايز اللعيبه بتاعته قبل الاجنده الدوليه باسبوع. وده طبعا كان كده كده مارسيل كولر والاهلي كان رافضه من قبل بدايه الاجنده الدوليه، ان كان لو حصل الكلام دوت هو هيرفضه. وعلى اثر الكلام دوت ان هو برضه اعتذر من اللعب لكاس مصر. تمام، ده كده تمام. لكن بتظهر علينا مشكله جديده، مشكله محمد عبد المنعم. مشكله محمد عبد المنعم والناس اللي بتقارن الاتنين ببعض، بتقارن محمد عبد المنعم بمحمد صلاح. انك تقارن محمد صلاح بعبد المنعم، انا راجل اهلاوي وراجل بشجع الاهلي وانتمائي الكبير للاهلاوي، وعندي بعض المشاكل مع محمد صلاح في العقليه بتاعته، في التعامل مع الاحداث والتعامل مع كذا موضوع كده. لكن انا ما يخصنيش، انا بتكلم دلوقتي على مبدأ كرة القدم نفسه. انا بتكلم ان انا زعلان منه على مستوى معين بعيد عن كرة القدم، لكن خلينا احنا بنتكلم دلوقتي في الكرة، فخلينا بنتكلم في الكرة. محمد عبد المنعم ومحمد صلاح، صعب من الصعب جدا انك تقارن الاثنين ببعض. محمد عبد المنعم من افضل المدافعين داخل القاره، محمد عبد المنعم كواليتي مدافع قوي، محمد عبد المنعم لسه في بدايه مشواره. لكن انت بتتكلم على محمد صلاح قائد المنتخب، محمد صلاح اللي الامال الشعب المصري او الجمهور المصري او المشجعين المصريين كلهم بيحطوا امالهم عليه، انه محتاجين مطالبين منه ان يعمل كل حاجه في ارضيه الملعب، لما يمتلكه طبعا من امكانيات، لما يمتلكه طبعا من سي في، يمتلكه طبعا من قوه خارج وداخل مصر. محمد صلاح هو قائد المنتخب. عشان كده لما يحصل منه موقف ولا يحصل منه حاجه لازم على اساسه بيتزعل منه، او على اساسه بيبدا يتهاجم، او على اساسه بنبدا لما حصل الموضوع بتاع المنتخب المره اللي فاتت ومشى. قال لك اصل احنا شفناه بيعمل شويه فرش سجاده وبيعمل شويه استشفاءات. طب انت الحاجات دي مش كنت تقدر تعملها في المنتخب وتتعافى وتبدا تشارك؟ لا، فاحنا عشان كده كان سبب كلامنا ان انت الحاجات دي ممكن كنت تعملها في المنتخب عادي. المواضيع دي مش حاجه يعني انت محتاج لها اجهزه معينه مش موجوده غير في انجلترا. فعشان كده كنا احنا بنتكلم. لكن طلع بعد كده وعرفنا ان اصابته كانت طويله، وطول في اصابته وما لعبش مع فرقته حتى الا بعد ما الموسم او لعب فرقته لعبت كام مباراه وبعد كده بدأ هو يشارك، عشان كان فعلا عنده اصابه قويه. ده موضوع صلاح. طب محمد عبد المنعم قبل الاجنده الدوليه طبعا ب 14 يوم كابتن حسام حسن ارسل الخطابات للانديه، واللي كان من ضمنهم النادي الاهلي اللي كان منضم ليه محمد عبد المنعم. يعني ارسل الخطاب قبلها ب 14 يوم. في خلال ال 14 يوم ده انتقل محمد عبد المنعم من الاهلي لنيس الفرنسي. فبدأ ان الخطاب اللي ارسله كابتن حسام حسن وابراهيم منضم للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي فقط. يعني لعيبه النادي الاهلي بس، مش لعيبه النادي الاهلي وغيره، وانا ماليش دعوه باللي ماشي. ده راجل كان عندي على قوتي ماشي، ولو كان موجود كنت بعته لك، لكن دلوقتي هو رحل على النادي الاهلي. فبدأ هو دلوقتي موجود على قوه نيس الفرنسي. فنيس الفرنسي رافض رحيل اللاعب مش عايز يعمل ازمه ومش عايز يبدا مشاكل ومش عايز يبدا احداث، وهو لسه في منتقل حديثا من الناس الفرنسي من قبلها ب3 ايام. طب ايه المشكله وايه الدنيا اللي هتحصل هنا؟ انه يعني مفيش خطاب ارسل قبل 14 يوم، اللاعب لسه منتقل من 3 4 ايام تقريبا او من 5 ايام. فمفيش خطاب ارسل للناس الفرنسي من 14 يوم، فليه الاحقيه الفريق
اللي منضم ليه اللاعب او اي لاعب ما ارسلش الخطاب ليه من 14 يوم للاجنده الدوليه انه يتمسك باللاعب بشكل طبيعي جدا. ده خطاب الفيفا، ده خطاب الفيفا، دي لائحه الفيفا، انه الانديه ليها الاحقيه انها تتمسك باللاعب بشكل كبير جدا، وان محمد عبد المنعم معلوش لوم لانه مش عايز يعمل الناس دي ما بتهزرش. الناس دي عايز تروح لمنتخبك، انا لا يا جماعه، انا عندي اجنده دوليه والبي النداء الوطني وخلاص كده، خلاص يا حبيبي روح الاجنده الدوليه بتاعتك وخليك هناك، ويبدا تجميد اللاعب عشان الناس هناك ما عندهاش هزار حرفيا. فده الكلام وده الموضوع. فالناس اللي بتقارن ده بده، ده ملوش وجه مقارنه. يعني انت بتتكلم على لاعب ده اسطوره مصر حرفيا، بتتكلم على لاعب تاني كانت الازمه اللي شغاله دلوقتي هي ازمه غير تماما اللي حاصل او غير تماما المتواجد. هتقول لي عشان انت اهلاوي بتدافع عنه، مش دافع عنه، بكلمك على لوائح وبكلمك على اللي ممكن يحصل، وانه لو ساب النادي هيحصل ايه، وانه لو ما سابش النادي هيحصل ايه، وان في اجنده وفي لوائح للفيفا هي اللي حطاها مش احنا اللي حطيناها. ده موضوع محمد عبد المنعم باختصار عشان الناس تهدى شويه وتبطلوا مقارنات مع عبد المنعم، الناس اللي هي ايه انا وانت عارفينهم كويس. تمام. خناقه مجلس اداره الزمالك، الموضوع باختصار وطبعا على لسان كابتن هاني حتحوت، ان مجلس اداره النادي الزمالك بقياده كابتن حسين لبيب كان عامل اجتماع مجلس اداره، فما جاش كابتن حسين لبيب ولم يعتذر. يعني كابتن حسين لبيب ما جاش الاجتماع ولم يعتذر، يعني ما بعتش يا جماعه انا مش هحضر الاجتماع فالاجتماع ملغي وبتاع ومحدش يحضر. لا، الناس حضرت الاجتماع عادي بدون رب المنزل او رب الكتيبه اللي موجوده او رب مجلس الاداره، الراجل اللي المفروض مسؤول عن كل حاجه. وبداوا ان يبقى في مناوشات ويبقى في مناورات، ناس تقول لك ده بص له وزغر له زغره ما عجبتوش، وناس ثانيه تقول لك ده اتكلم معاه كلام واختلاف وجهات النظر، فقاموا شدوا مع بعض وخناقات وخد المفتاح وقفل عليه بالمفتاح وكلام. ويرجع يقول لك في الاخر انا ملخصا ماليش دعوه بالمشاكل اللي حصلت طالما بره ناديه ما عنديش مشكله فيها، لكن انا كنت حابب ان اقف على النقطه دي عشان يقول لك ليه الاهلي بينجح. سبب نجاح الاهلي اظن انت عرفت، سبب نجاح الاهلي ان منظومه مقفوله على نفسها، منظومه عارفه ازاي بتشتغل كويس جدا، منظومه قافله الباب على نفسها وعارفه ازاي بتشتغل كويس جدا. تيجي تقول لي ان ده مؤامرات وبتاع، هو حاصل قدامك اهي، الصوره واضحه قدامك تماما، بس انت اللي عايز تبعد عنها وانا شايف الكلام ده. فما تتحاولوش تبقوا نفسكم اتخانقوا مع بعض وامسكوا تاخدوا دماغ بعض، بس مالكش دعوه بالاهلي. الاهلي بينجح والاهلي مسيطر والاهلي عامل والاهلي مسوي والاهلي مخلي، عشان الاهلي عنده اسس ونظام شغالين عليه. كابتن محسن صالح لما حس انه هيبقى في مشاكل ما بينه وما بين مارسيل كولر، وان هو كده كده الراجل شغال كويس والناس كلها والجماهير بتحبه والناس ماشيه على رتم كويس، قال لك لا انا ابعد عن الصوره عشان ما يبقاش في ازمات ما بين، يعني ناس خايفه بتشتغل لاجل النادي ولاجل مصلحه النادي. فدي بص دي تلاقي دي النتيجه. لكن لما تبقى دي نتيجه يبقى ما تستناش من النادي ده حاجه، وبعدين ما تقعدش بقى تقول لي ايه ده المظلوميه واللي مش عارف ايه وده بيهاجم وكله بيعمل لمصلحه الاهلي، واللي حصل في مجلس الاداره ده برضه لمصلحه الاهلي، واللي حصل في مجلس الاداره ده كان سببه الاهلي. ما هو برضه الكلام بالعقل، كلام بالعقل عشان ربنا عرفوه بالعقل. ما علينا، خلينا في الموضوع اللي بعده. امام عاشور واصابته في الركبه. طبعا امام عاشور بينزل وستوري ويقول فيه قدر الله ما شاء فعل. دي ما نعرفش هل دي بوادر اصابه كبيره ودي بدايه المنتخب وبدايه الاجنده الدوليه ولا ايه. وفي كلام ان يوسف ايمن برضو عنده اصابه في الركبه، فربنا يستر على لعيبتنا وربنا يستر على اللعيبه. احنا لسه في بدايه الموسم ولسه اللعيبه ما عملتش اي حاجه في حياتها، فمش عارف الدنيا هترسى بينا لحد فين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.